ويقول الشيعة السجود على الطين والتربة والحجر توحيد واتباع. ويقول السنة السجود على التربة والطين والحجر شرك وابتداع. أيهما هو المتبع من المبتدع؟ تنازعنا، ما هو الحل؟ يقول عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صحيح البخاري المكتبة العصرية: حتى يضع النبي جبهته على الأرض، حتى يضع النبي جبهته على الأرض. قد يقول البعض يضعها على الفرشة والسجاد والمكيت، ممكن، محتمل. نذهب إلى دليل آخر: باب السجود على الأنف والسجود على الطين، والسجود على الطين. الطين الحجر التربة. فصلى بنا النبي حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله وأرنبته تصديق رؤياه. جبهته الماء والطين وليس المكيت والسجاد.